مش نتكلم بلا على الميكرو. Hello شباب, how are you doing? How's life? How's everything? كيف الحال؟ وشنية الأجواء؟ نتمنى انكم you're all doing good. نتمنى انكم سافا توا as it has been like a month and a half. I feel like there are people there اللي هما قاعدين يتفرجوا فيا ديما و they're following me through, و for that I'm deeply grateful. وبالرسمي عايشكم على الاخر and I care about you a lot. وإذا كان هذا أول فيديو تتفرج فيه I'm really thankful to you, and I hope you can follow through the entire journey. خاطر كما قلت قبل ونعاود نقولها مرة أخرى, I'm gonna stick to this and it's gonna be a good journey, a long one زادا. yeah, I hope you can benefit from me as much as possible. خاطر ذاك my objective is to have a positive impact في تونس, ونعاون العباد انها تحس روحها ما خير. خاطر برشا عباد متقلقة, برشا عباد تعاني, وبرشا عباد have a perspective that hurts them rather than helps them. وانا نحب نبدل الحاجة هذه. I know I'm not gonna make everyone different, I'm not gonna have impact on every single human being, اما at least اذا كان كل فيديو نحسن من المود متاع شخص برك ولا حتى زوز, for me that's an achievement. That's a hell of an achievement في تونس, على خاطر ينجم عبد موده باهي يحسن من مود عبد آخر, وذاك يحسن من المود متاع عبد آخر, وهكا تجم في نهار تلقى ما نعرفش أنا سيكل متاع 100 عبد تحسن المود متاعهم الكل. so yeah, الفيديو هذا الحقيقة التوبيك متاعو is a bit I don't know, for me it's a bit emotional, على خاطر it's more related to the people around me other than me or my ideas. المدة الأخيرة هذه الكل حسيت لي العباد اللي around me, أصحابي, العباد اللي نترينا معاهم, العباد اللي نخدم معاهم متقلقين. ثم برشا عباد متقلقة, برشا عباد ماهيش حاسة روحها قاعدة تتقدم القدام, ثم عباد حاسة روحها حابسة وحاسة الدنيا صعيبة عليها, وحاسة روحها اللي هي مش باش تعمل حاجة تصلح في الدنيا, وخايفين لا ما ينجحوش في حياتهم. ونتفاهم بالرسمي, نتفاهم برشا على خاطر الوضع صعيب, الوضع صعيب برشا ماهيش سهل. كي تخرج لبرا وتشوف معناها تحس التونسي, ما نعرفش على البلايص الاخرين I'm sure اللي هما mostly similar, اما التونسي كي يخرج توا كي تخرج برا تشوفه معناها قاعد يخمم, قاعد متقلق, ما هو يغزر ديما لوطة, يغزر الفوق, يحاول يتجنب الاي كونتاكت, متقلق كي تحكي معاه ينطر, فهمت؟ اغلب العباد متقلقة, فهمت؟ وكما قلت نتفهم علاش الوضع صعب. توا التونسي لازم يخمم في برشا حاجات, ماكلتو, صحة بدنو إذا كان تهمو, كاريرو. توا مش سهلة إنك تعمل a good career, تلقى روحك تخمم وبرشا اوبشنز. اسكو هذيا ساليرها خير لكن عباد توكسيك, هذيا سالير أقل لكن عبادها ياسر محلاهم, هذيا خدمة مزيانة لكن ما هي معناها الاكسبيريونس مش لك الدرجة, هذيا مريحة لكن ترى كيفاه, وذيك صعيبة أما تقويلي في الاكسبيريونس. وبرشا اوبشنز و it's not easy to choose between them, على خاطر you will never find a perfect job, you will never find a perfect job. دونك تلقى العبد يخمم وخايف لأنه لعل كاريره تفسد, لعل he will not ولا she will not achieve a professional excellence, فهمت؟ وبرشا حاجات أخرين في العراضة اللي تخلي العبد متقلق, فهمت؟ و I understand. آخر مرة سمعت اللي جرام الذهب ولا ب300,000, معناها نعرف برشا أصحابي يحبوا يعرسوا يعني يتقلقوا.
Shit, it's so windy outside. The weather is actually good, it's windy. ان شاء الله الباب ما يتطربقش كي اول مرة عملت فيديو، عرفت. حصيل. شنو كنت نحكي انا؟ فوالا دونك الوضع صعيب، الوضع صعيب برشا، وبرشا عباد متقلقة، و it hurts خاصة كي نشوف العباد اللي من حولي صحابي متقلقين، معناها خاطر you know it affects you. if you love someone تحبو ديما فرحان. كي نحكي هكا مش معناها انا راني خير منهم ومانيش متقلق من الوضع نتاع حتى كيف نعيش في نفس الحياة، معناها we have many stuff that I want to do، اما مانيش منجم، وبرشا حاجات that I want to achieve اما they're still far away وكل شيء. اما شنو الفرق اللي انا I think اللي I have a different perspective، على خاطر I think اللي انا I had a good upbringing. when I say a good upbringing معناها I had good conditions even though like in a literal sense they're not good conditions. اما I lived in an environment كي كنت صغير where mostly you don't have the things you want. most of the time الحاجات اللي تحب تعملهم والحاجات اللي تحب يكونوا عندك ما عندكش. ما تربيتش في عائلة غنية، تربيت في عائلة عرفت تهسلي a working class، تربيت في environment في مدينة رديف اللي هي كلها filled with working class people. donc it's not easy to فهمت have the things you want to do the things you want. فهمت. وغادي وين تعلمت انه بالرسمي the things that you don't have defines you more than the things you have. حاجات شباب اللي ما عندكش واللي تحب تعملهم وما عملتهمش يبينوك انت كشخص اكثر من الحاجات الاخرين اللي عندك. فهمت يعني you're not supposed to have everything. كما قلت مرة نعطيك example باش تزيد تفهم اكثر. انا كي يجيني عبد example صغير، معناها كي يجيني عبد ويقول لي راني عندي تو عام وانا نحب نعمل 1000 push ups in one day، ما نجمتش عندي تو عام وانا ما نجمتش نوصل ماكس نتاعي 700 800 push up ونفشل. انا الفشل هذا تاع الشخص هذا for me defines him or define her more than the other achievements, than that 800 push-ups ولا that 100 push-up. يعني يجيني هذا ويقول لي راني حبيت نعمل 1000 push-up وما نجمتش، والاخر يجيني يقول لي راني حبيت نعمل 100 push-up ونجمت. اوكي حتى ذاك راهو it's a hell of an achievement 100 push-up like god damn let's be real. اما it shows you انه ثم عبد بالرسمي who's a hard worker، عرفت. وهيك دونك باش نفسر لكم هذا it defines that person more من الحاجات الاخرين. فهمت. ساعات يجيني واحد يقول لي راني نحب نضعف ونحب نحرق شحم وراني ياسر سمين وكل شيء وراني قاعد كل يوم نعمل في كارديو وننظف في ماكلتي، it defines him more than انه يجيني ويقول لي راهو شريت supplements وشريت كرياتين وشريت برشا حاجات اللي باش تعاوني نضعف معناها. فهمت. Donc the things that you don't have, the things that you're trying to have defines you more than anything else. Donc ساعات كي تحس روحك انه انت ما عندكش حاجات تحبهم، اعرف الحاجات هذوك اللي ما عندكش they make you who you are. يعني وحاجة أخرى زادة comparison is the thief of joy شباب. even though this is something that is always being said it's obvious أما it should be said over and over again خاطر we always get to forget. we always forget. comparison is the thief of joy. وكذا كان باش تكومباريزي روحك بعباد اخرين راهو لعمرك باش تولي فرحان ولعمرك باش تحس روحك ما خير. you don't know العباد هذوك اللي قاعد تكومباري بيك روحك بيهم كيفاش طلعوا للبوان ذيك. ينجموا يكونوا بداو من بوان اخير من البوان تاعك انت، وينجموا يكونوا زاده بداو من بوان خير من البوان تاعك انت. ينجموا يكونوا بداو من تحت الصفر ولا بداو من الخمسة. one thing we don't know one thing for sure اللي ما عندهمش نفس الكونديشنز نتاعك انت. you will never know وهما زاده they will never know about you. the only one who knows هو انت و the only thing you know اللي هما الكونديشنز بتاعك. وذاك علاش لازمك تركز على روحك وتعرف انه كل عبد عنده وقته وراهو في بوان معينه باش توصل لحاجتك بيه. وحتى كان ما وصلتش للحاجه ديك راني متاكد انت باش توصل لحاجات اخرين.
life is just not, don't conclude life with just one goal. Life is not a one goal. life برشا goals، برشا حاجات تجي تعملها. ساعات واحد يحب يولي كوارجي ما ينجمش، اما يولي احسن لاعب تنس ولا العكس، فهمت؟ دونك you get what I mean، فهمت؟ Comparison is the thief of joy. Don't compare yourself to other people. And I think you should inspire more. Try to find inspiration rather than compare yourself to other people. This is the quote of the day, فهمت؟ Try to be inspired rather than compare yourself to other people. Inspiration is much more efficient than comparison. وذاك علاش ديما نقولها اللي صحابي الكل يعرفوني، فهمت؟ هذه اللي try to find an idol، sorry مش ideal، an idol. شوف هكا شخص، فهمت؟ مش لازم تكون حاجة عب بالحق، معنا حتى a story مع a fictional character، فهمت؟ Try to be inspired from that. Try to find inspiration. خاطر inspiration راهي it's the best fuel, right? It's the best fucking fuel there is. To be inspired is so fucking good. أنا في كل حاجة نعملها I always try to find an idol. عبد who excelled at that thing. He had different upbringings. He did it. مش معناها اللي أنا نحب نولي كيفه ولا حاجة. أما I know اللي ثم عبد who's there, who had hard conditions, who had challenges, he made it through. It makes me remember اللي أنا زاد نجم نعمل هيك، فهمت؟ But I don't compare myself to that person. For me, for example, I'm a huge Ronaldo fan. I never find myself comparing myself to Cristiano Ronaldo. Like, that's stupid to do, فهمت؟ أما I inspire from it. كنشوفه كيفاش كبير في العمر وقاعد عاطي ما عنده باش يكون at the top level، وديما عاطي ما عنده to do his best to score goals. نتذكر اللي أنا whatever my conditions are, let's try to do my best in those conditions. هو عمره 40 سنة. He's doing his best to score as much as possible, as much as a 40 years old person can score. أنا زادة في كعبد عايش في بلاد financially, economically, whatever is not doing good, وعايش في hard conditions. I try to do my best in those conditions, فهمت؟ و I celebrate that. Yeah. لحظة برك خلينا نحل الشباك خاطر الدنيا ما عادش ضاوية كيما العادة. I hope it's much better هكا. I hope ما فماش حس باش يقلقكم. Voilà. Donc inspiration is an important thing شباب. You need to be inspired. It's important to feel inspired. سامحوني. Comparison is a poison. Inspiration is a cure. Another quote of the day. So yeah, if you're going through hard stuff شباب hard conditions وتحس روحك متقلق, try to find things that inspire you. Don't please get consumed in social media خاطر هذوكم they fuel comparison. They make you forget اللي العباد هذوكم اللي تتفرج فيهم راهم كيفك، معناها يعيشوا في نفس الظروف، هما جوست قدام الكاميرا they show you a different thing، فهمت؟ they show you a different thing. هذاك علاش أنا نحاول في البروجكت هذا اللي نعمل فيه إني I show you life as it is. Look, this is a humble room and I'm a humble human being who's living a normal life. أي طفل تونسي أخ قاعد يعيش فيه. I have a dog. Shut. Donc أنا try not to get consumed by social media خاطر راهم يبينوا لك حاجات that are not real. الناس الكل قاعدة تعاني شباب، والناس الكل قاعدة are facing challenges، فهمت؟ حتى اللي لاباس بيهم تو قاعدين يجريو وتعبين، معناها تو كان العباد الهاي برشا معناها اللي هما they're not living this life that we're living، معناها donc it's useless to put them to use them as an example، فهمت؟ So yeah,
I don't want to make this a long video, Shabib. Tomorrow we also have another video. So yeah, don't get used to it, Shabib. Don't get used to it. And I just because I'm building momentum when I'm enjoying this, so نحب نعمل معكم more videos. فهمت? Donc thank you so much for your attention. If you're feeling down lately بالرسمي, don't worry شباب, it's gonna get better at some point. Trust me, it's gonna get better. عشت في ظروف صعيبة وشفت عباد عاشوا في ظروف صعيبة وشفتهم عملوا ما يخيل أغلبيتهم معناها. وإذا كان مازال واللي نعرفهم مازالوا ما عملوش توا ما حسنوش من ظروفهم, قاعدوا يشوفوا اللي ظروف قاعدة نتاعهم باش توصل لبوان وتحسن ظروفهم. فهمت؟ As long as you're alive, as long as you're breathing, ديما تنجم تحسن من حياتك. ديما. عندي خوي الكبير who's a big inspiration. فهمت؟ بالرسمي ديما كي نحس روحي تعب ولا ظروفي صعيبة نتذكره. فهمت؟ خاطر he lived in really hard conditions. بالرسمي he made it. He made it و he didn't give up. وذاك علاش نحب خويا الكبير برشا. خاطر I inspired a lot from sports, the way I should work hard وكل شيء. A lot of values are inspired from my big brother. I'm surely things are gonna get better. So yeah, take care of yourself شباب, take care of yourselves. بالرسمي نحبكم برشا ونتمنى انكم ديما you feel better. I hope somebody loved you today. If it didn't happen, know it happened now because I love you. I love you so much. Peace out.